فازيلي لوماتشينكو واحد من أذكى وأمهر الملاكمين في العصر الحالي. بقالنا 3 أجزاء بنتكلم عنه، ولكن الجزء بتاع النهاردة هيكون مختلف. النهاردة هنحلل مهاراته، تكتيكاته، استراتيجياته، وكل خطوة بيعملها داخل الحلبة. لوماتشينكو كمان معروف بالماتريكس، وده بسبب معرفته الواسعة بعلوم الملاكمة، فهو واحد من أصعب وأخطر الملاكمين اللي ممكن تواجههم في حياتك. لوما ساوث بو، ومن المسافات البعيدة بيفضل إن هو يستخدم اللونج جارد مع الكتير من الفنتات والتمويه علشان يعمل خدعة ويشتت الخصم بتاعه، وفي نفس الوقت بيستخدم اليد الأمامية دي علشان يعمل كنترول على المسافة. في المسافات المتوسطة بيستخدم الكلاسيك هاي جارد، ولكن بيضيف عليه بريس لبس كتير قوي، اللي هي ان هو بيطلع دماغه بره خط المنتصف كتير، وكمان بيستخدم الفنت باليد الاماميه في حركات دائريه، وده بيساعده جدا في تشتيت الخصم وفي تهيئه الضربات لليد الخلفيه. ودلوقتي هنلقي نظرة على واحدة من أهم مهارات لوماتشينكو، هيد موفمنت. لوماتشينكو دايما هتلاقيه بيبدأ نزالاته على الخفيف وعلى الهادي واحدة واحدة، وفي الوقت ده فهو بيجمع معلومات كتيرة جدا عن خصومه وبيقوم بتحليلهم كويس جدا جدا، وبعد كده بيحط الخطة وبيقول يلا. طيب وبيعمل كده ازاي بقى؟ بيعمل كده بالهيد موفمنت، فهو بيستخدم البريس ليبس وتغيير المستويات. لما بيلاعب واحد عكس وقفته دايما بيستخدم البريس ليبس، وده عشان يطلع بره زاوية المنافس بتاعه ويكون على الجنب التاني منه، وده له اسباب كتيرة قوي. البريس ليب بيخلي دماغك بره خط المنتصف، سواء هتضرب كروس او هوك او ابر كات او حتى السويفل جاب. البريس ليب للخارج هو اكتر حاجه بتساعد لوماتشينكو في تغيير الزوايا ويعمل الشافل المشهور بيه، ويطلع بره خط المنتصف خالص ويطلع بره الخصم نفسه تماما. وعلى الناحية التانية هنتكلم عن تغيير المستويات. تغيير المستوى بيأهله وبيجهزه لضربات في البادي قوية جدا ومظبوطة جدا جدا، وكمان في الخداع. ما هو ممكن يقولك بص انا هضرب تحت وفجأة تلاقي الضربة جاية فوق بتزغرط في وشك. وبص على اللقطة اللي جاية دي، شوف ابن الجنية ده بيعمل ايه. في حد بيعرف يعمل كده؟ في حد بيعرف يضرب بالسهولة وبالحلاوة وبالأريحية دي؟ اللقطة اللي جاية دي بقى بنجمع فيها كل اللي احنا بنقوله ده: تحليل، حط خطة، تغيير مستويات، يلا بينا، هوب، بوم. لوما لما بيستخدم الخداع او التشتيت فبيحصل حاجه من الاتنين ملهمش تالت. الحاجه الاولانيه ان الخصم بيدي رد فعل، وفي الحاله دي فلوما بيتعامل معاه. الحاجه التانيه ان هو ما يديش اي رد فعل، وفي الحاله دي برضه لوما بيعرف يتعامل معاه. ترجم يا كوتش عشان انا مش فاهم. ابسطها لك. في حاله ان هو بيعمل رد فعل فهو اكيد بيحاول انه يدافع فبينزل ايده، ففي الحاله دي بيبدا لوما ان هو يجرب حاجات تانية كتير ويدرس ردود افعال الخصم بتاعه، وفي الوقت المناسب بينفذ الخطه. وفي حالة إن مفيش رد فعل فهو بيستخدم الحركة اللي هو عملها لنقل وزن جسمه في الضربة. نوضح أكتر، هو دلوقتي عمل البريس ليب بس الخصم مداش أي ردة فعل. من هنا بيكون بقى قريب من الخصم وإيده الأمامية هي اللي أقرب للضربة فبينفذها، ومن نفس البريس ليب برضه بيكون هو قريب فبيقدر إن هو يحط اليد الخلفية كمان. فلما الخصم ما بيديش اي رد فعل بيسمح للوما ان هو يعمل البريس ليب ويحط ضربه نظيفه، ومن هنا بيسمح ان هو يعمل التشافل وينقل وزن جسمه ويطلع بره الزاويه تماما ويغير زاويته. البريس ليبس والهيد موفمنت بتخلي لوما على طول في حاله تاهب قصوى، وبتساعده على عمل رد فعل مناسب للحاله اللي هو فيها. وردود فعل لوماتشينكو اصلا من عالم تاني، التلاعب بالجارد. لما لوما بيلعب ضد حد هو كمان بيستخدم اللونج جارد، بيستخدم يده الاماميه لابعاد اليد الاماميه بتاعه الخصم عشان تفتح له الطريق. وهنا لوما بيشرح لنا بنفسه ازاي بيتلاعب بالجارد ده. فدلوقتي حالا تعمل سيف وركز معايا في اللي جاي. اول حاجه باستخدام يده الاماميه بيبعد يد الخصم للخارج وبيحط مكانها هوك، وبنفس الطريقه وبنفس اليد الاماميه تقدر تعمل كده، ولكن المره دي هتحط مكانها كروس. تالت طريقة برضو بتقدر ان انت تدفع اليد الامامية ولكن المرة دي لفوق، وده بيهيأ لك وبيفتح لك الطريق انك تحط بكل سهولة كروس قوية جدا للبادي. ولكن هنا مع الهاي جارد الموضوع مختلف. مع الهاي جارد بيقولك انا هضربك بالعافيه، فهو بيبعد ايدك وبيفتح لنفسه ثغرات وطرق لان هو يوصل لك الضرب، ولكن المره دي بالعافيه. هو بيشيل ايدك من مكانها وبيحط الضرب اللي هو عايزه وبالقوه اللي هو عايزها، وبتكون فعاله جدا جدا. وبتقدر تعمل المهاره دي بكلتا اليدين عادي، باي يد من يدينك. ركز بقى معايا عشان دخلنا في اهم جزء في الحلقه. بص كده بيعمل ايه، ازاي بيعمل كده، ازاي فجأة بيكون وراه بالشكل ده.
ودلوقتي هنخش في اهم جزء وهو الفوتورك والزوايا، وكمان هناخد الكلينش، يعني ازاي تمسك وما تتمسكش، وازاي لو انت اتمسكت تفك منه. لوماتشينكو عنده افضل فوتورك في تاريخ اللعبه دي من وجهه نظري، فهو ما بيعتمدش على الهيد موفمنت بس او البري سليبس زي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت. فالراجل ده عنده قدره غريبه في تحركات الرجلين وخلق زوايا جديده وغريبه وعجيبه ودقيقه جدا. فهو بيستخدم مهارتين من مهارات الفوتورك، الاولانيه الفرونت ستيب شافل والتانيه الباك ستيب شافل، واستخدامهم هنا بيعتمد على وقفه الخصم اللي قدامه. فهتلاقيه دايما بيستهدف الجانب الضعيف من خصمه، اللي بيخليه يروح على الجانب التاني من المنافس تماما على الناحيه الضعيفه، حتى بيكون خارج زاوية رؤيته نفسها، وبالتالي بيكون بعيد تماما عن أي لكمات أو أي ضربات تيجي من المنافس بتاعه. وعلشان نوضح أكتر، فهو ده شكل قدمك بتخرج بره الناحية التانية خالص ناحية الجانب الضعيف. وكمان ما بيكتفيش بالشفل الأمامي بس، هو ساعات بيعمل ميكس ما بينهم، بيعمل شفل بالقدم الخلفية كمان، وبرضه بيخرج بره الزاوية خالص بشكل عجيب. وهنيجي دلوقتي للكلينش. اوقات كتير وانت بتلعب بيحصل كلينش وبتلتحم انت وخصمك، وبيكون الموضوع صعب عليك ومش عارف تتصرف ازاي. ركز بقى عشان النهارده هتتعلم شويه خداع. اول حاجه هتتعلمها ان انت تعرف امتى تقدر تفك من الكلينش وتحط الضربه في وقتها. تاني حاجه تتعلمها في الكلينش، ايدك الاتنين بيبقوا مخنوقين، انما لو في واحده بقت حره لازم تضرب بيها. طيب في الحالة التالتة، لو حصل وخصمك زق دماغك لتحت، هنا لازم تستغل الفرصة وتوصل لكمات قوية جدا للبادي. الحالة الرابعة، حصل واتمسكت بإيدك الاتنين، ركز كده وشوف هيخرج ازاي. وعشان نوضح أكتر، اللي انت بتعمله ان انت بتدفع خصمك لقدام ثم بتسحب جسمك وإيدك جامد لورا. طريقة تانية، لو ماسك إيدك الاتنين تقدر ان انت تسحب نفسك لتحت وتخرج منه. لوماتشينكو، كم انت رائع يا لوماتشينكو. رحله طويله اخدناها في تحليل لوماتشينكو وصلت لاربع اجزاء، وكلها كانت ممتعه جدا. بداناها من وهو عنده لسه 4 سنين، مرورا بتدريباته الفريده من نوعها وروتينه اليومي وكل حاجه قلناها عن لوماتشينكو. لوما اعتزل بسبب ان هو اتظلم كتير قوي، والظاهره ده ما كانش يستحق الظلم اللي هو شافه ده. لوما لو كان كمل في الملاكمه كان زمانه غير وجه الملاكمه كله. هتوحشنا يا لوما، ولكن دلوقتي حان وقت رحله جديده مع ملاكم جديد. حابب اشكركم على دعمكم الاسطوري ده، بجد شكرا من كل قلبي. ولذلك فالملاكم الجديد هو زي كده.